الولاد زهقوا بقى من الجبنة والبيض واللانشون. تعالوا بقى نعمل فكرة جديدة لسندوتشات المدرسة، بديل سندوتشات المدرسة بشكل حلو جدا ومش هتاخد مننا أي وقت ولا مجهود. مش قادرة أقول لكم بقى الريحة والطعم يتجنن. تعالي بقى هاتي الجبنة وحطي عليها البيض، ما تستغربيش النتيجة في الآخر هتبارك. يلا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت طبق غويط ونزلت فيه كده بحوالي 4 مكعبات من الجبنه البيضاء الفيتا، او 4 معالق كبار مليانين كده من الجبنه البيضاء. ممكن تستبدليها بجبنه قريش او اي جبنه انت تفضليها. نزلت على الجبنه ديت بحبتين من البيض كده وبدات ادمجهم مع بعض بالشكل دوت. ما تقلقيش خالص، هندمجهم مع بعض لغايه ما تبقى زي الكريمه، وهنعمل فكره روعه وطعمها بيبقى يجنن. اول حاجه بجد انا بعتذر عن صوتي لاني واخده دور برد وكحه جامده جدا ومش عايزه اسجل، بس انا عايزه اوضح لكم الوصفه، فمعلش بقى استحملوني. دلوقتي بقى كان عندي كمان حوالي 4 قطع كده من الجبنه الرومي، قطعتهم حتت صغيره خالص ونزلت عليهم على الخليط بالشكل ده. وكمان حوالي 3 قطع كده من اللانشون، برضو قطعتهم كده حتت صغيرة خالص ونزلت عليهم في الخليط. يعني بمعنى أصح بنطلع كده بواقي التلاجة اللي فايض عندنا نحطه. دلوقتي بقى هنزل كمان بنص كوباية من الحليب، وبدمج برضو كل المكونات. والله يا جماعة مش قادرة اقول لكم ريحتها حلوة جدا، وفي الاخر كمان الطعم بيبقى في منتهى الجمال. كان عندي بقى حزمة من البقدونس قطعتها كده حتت صغيرة خالص، ممكن تستبدلي البقدونس بشبت برضو بيدي ريحة وطعم ولون كمان حلو قوي. ودلوقتي هننزل كده بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان معلقة صغيرة من الزعتر، وهنا برضو بيدي ريحة وطعم حلو قوي. هندمج كده المكونات مع بعض، ونزلت كمان بمعلقة صغيرة مليانة كده من البيكنج باودر، ومعايا كمان 3 معالق كبار من الزيت. حابة تستبدلي الزيت العادي ده بزيت زيتون برضو بيبقى حلو قوي. ندمج بقى المكونات مع بعض كويس جدا. لو عندك بقى بسطرمة او قطع سوسيس صغيرة تقدري تستخدمي اي حاجة. لو عندك قطع سوسيس قطعيها حتت صغيرة خالص، يعني اللي موجودة عندك في التلاجة واللي انت حابة تحطيه حطيه. دلوقتي بقى نزلت بكوبايتين من الدقيق، وتالت كوباية نزلت بنصها كده، وببدأ دلوقتي ألم العجينة كده واجمعها، وهشوف انا محتاجة نص الكوباية بتاعت الدقيق دي ولا مش هحتاجها. لقيت العجينة كانت طرية جدا معايا فنزلت بباقي 3 كوبايات، يعني نزلت ب3 كوبايات من الدقيق. هبدأ أعجن كده بعجنة بسيطة خالص لغاية ما الدقيق يختفي معايا والعجينة تتلم معايا. اول ما لميت العجينه بالشكل دوت، العجينه كانت طريه وبتلزق، بس مش بتلزق قوي، يعني مش سايله بمعنى اصح. جبت بقى المفرش السيليكون وحطيت عليه كده رشه من الدقيق، وهبدا اقسم العجينه لنصين. خدت النص العجينه كده بالشكل دوت علشان انا عايزه اقطعها بشكل معين. حطيت كده العجينه على الدقيق، وحطيت كمان فوق الوش دقيق علشان ما تلزقش في ايدي. هبدا افردها كده بالنشابه، وبعد كده هلاقي لا النشابه مش صادة معايا في الموضوع دوت، فهبدا ان انا افردها بايدي واسويها من الحروف بالشكل ده. بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. بصوا بساوي الحروف علشان انا عايزه اعمل منظر معين او شكل معين. بعد ما سويت العجينه بالشكل دوت هبدا اقطعها مثلثات زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. بصوا هقسم العجينه كده ل4 تربع، وبعد كده هقسم كل ربع ل2 بالشكل دوت، يعني هتتقطع معايا مثلثات كده كاني بقطع بيتزا بالظبط. بصوا طالعه شكلها حلو ازاي، والسمك بتاعها متوسط، لا هي رفيعه قوي ولا سميكه قوي. باقي العجينه قسمتها على 2، بدل ما اخدها مره واحده قسمتها على 2 علشان انا كنت حابه السمبوكسات تبقى يعني حجمها اصغر شويه من اللي انا طلعته في اول مره. كل ده كنت بجربه معاكم علشان كل واحده كده تجرب الشكل وتشوف اللي متاح عندها والاقرب ليها، يعني اللي هي حباه او بتفضله تعمله. بصوا هنا طلعت مظبوطه معايا قوي، طلعت كده دايره صغيره كده، فردتها دايره كده وقطعتها بالشكل دوت. بصوا حجمها حلو قوي كده. دلوقتي بقى جبت طاسة على النار وحطيت فيها كده كمية من الزيت حوالي نص كوباية، وهبدأ انزل كده بالشرايح اللي انا عملتها في الاول. طبعا لما الزيت بيسخن معايا بنزل بالشرايح كده واحدة واحدة، وبتبقى النار متوسطة لان هي بتاخد لون معايا على طول. بصوا بقى عملنا فطاير حلوة قوي بديل سندوتشات المدرسة. كل اللي بنحطه في سندوتشات المدرسة حطيناه وعملناها بطريقة سهلة جدا، وطعمها حلو وريحتها كانت جميلة. بصوا بقى الفطاير بتنتفخ معايا ازاي وبتاخد لون على طول معايا. بالسباتولا كده هبدأ اقلبها
اول ما احس ان هي خدت لون ببدأ اقلبها على الجهة التانية على طول. وطبعا النار تبقى معايا متوسطة علشان ما تتحرقش مني. ريحتها جميلة يا جماعة، وتتاكل سخنة بقى مع كوباية شاي بحليب أو كوباية شاي، جميلة جدا، حلوة قوي في العشاء أو في الفطار، تحفة بجد. وكمان بديلة السندوتشات المدرسة هتبقى حلوة جدا وهتعجب الولاد قوي. انت ممكن تعمليها وتجهزي كل حاجة وتحطي كده كيس أكياس تلاجة بين كل واحدة وواحدة، وتصحي تاني يوم تبدأي تحمريها على طول، والولاد ياخدوها معاهم في المدرسة سخنة، وبتبقى جميلة جدا، ريحتها حلوة قوي، ما بتبقاش شاربة زيت خالص، مقرمشة كده من بره ومتحمرة من بره وواخدة لون جميل، وفي نفس الوقت هي طرية كده من جوه ودايبة خالص. بصوا هنا بقى بكمل تحمير، ولو لقيت نفسي محتاجة زيت بزود كده زيت حبة صغيرة حبة صغيرة. بصوا ما بتاخدش وقت خالص، بتتحمر في ساعتها وبتبقى مستوية معايا وجميلة جدا. تقدري بقى تحطي فيها جبنة شيدر، تقدري تحطي جبنة موتزاريلا، تقدري تحطي اللي انت حباه. بصوا لونها حلو ازاي، بتتصفى معايا من الزيت على طول. طبعا بطلعها على ورق على مناديل مطبخ، بتبقى ما بتشربش زيت نهائي، وتبقى مقرمشة كده وجميلة قوي. بصوا لونها جميل وشكلها حلو ازاي، بجد يا جماعة فكرتها حلوة قوي وبسيطة وسهلة قوي، تحفة يا حبايبي، بجد جربوها هتعجبكم جدا. بصوا كده هنا بقى كانت اخر كمية خرجتها معايا كده، ولا حاجة غامقة ولا اي حاجة، وجميلة جدا ومظبوطة معايا قوي. اتمنى النهاردة بجد يكون الفيديو عجبكم. بصوا الطريقة عاملة ازاي، جربوها هتعجبكم قوي. بصوا شكلها حلو ازاي بعد بقى ما حطيتها على طبق التقديم. وبصوا 3 كوبايات من الدقيق طلعوا لي كمية محترمة جدا، كمية كبيرة قوي، ومش قادرة اقول لكم بقى ازاي هي حلوة ومشبعة جدا كمان، مع بقى كاتشب او مايونيز او اي صوصات من الولاد بيحبوهم هتعجبهم جدا. جربوا الفكرة دي يا حبايبي، بجد هتعجبكم قوي، وهتفطروا بيها بقى للفطار او للعشاء او في اللانش بوكس كمان، بجد هتعجب الولاد جدا. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو، وكمان تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، وسامحوني بقى بجد على الصوت لاني تعبانه جدا. ما تنسوش كمان دوسي على كلمه متابعه، ودوسي على لايك للصفحه ولايك للفيديو عشان يوصلك كل فيديو كل جديد بنزله. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.